والآن والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد آمين. بما إننا في الصوم يا إخواتي الأحباء، فجيد إن احنا ناخد تأمل لو ل7 دقايق في سفر المزامير، في آية كويسة جدا ممكن الإنسان يحطها تدريب قدام نفسه في فترة الصوم. الآية دي موجودة في سفر المزامير الإصحاح 10 آية رقم 14. الآية بتقول إيه؟ إليك يسلم المسكين أمره. آية صغيرة، إليك يسلم المسكين أمره. الحقيقة يا إخواتي الأحباء، كلمة المسكين في الكتاب المقدس لها أكثر من معنى، فربما يكون المسكين الذي يسلم لله أمره هو الشخص الساقط تحت الخطية ولا يستطيع أن ينهض نفسه من سلطان الخطية ومن عبودية الخطية. ففي ناس كتير جدا مغلوبين في حياتهم الروحية من الخطية، وهؤلاء الناس لا يستطيعون أن يمتنعوا عن الخطية أو أن يقيموا أنفسهم من الخطية. لذلك لما بنيجي نصلي تحليل لحد معترف بنقول كده: يا الله الذي قطع كل رباطات خطايانا، على أساس إن المسكين اللي مش قادر يفك نفسه من ربط الخطية ومن تربطات الشر المسيطرة عليه، عمل الله أن يفك ربطه من الخطية. يبقى أول مفهوم للمسكين الذي يسلم لله أمره هو الشخص الساقط تحت الخطية ومش قادر يتوب. فلما تحس نفسك مغلوب من خطية ومش قادر تتخلص منها، قل لربنا هذه الآية: إليك يسلم المسكين أمره. ربما يكون أيضا المسكين هو الشخص الفقير الذي دخله لا يكفيه ولا يسد احتياجاته هو وأولاده، وما عندوش فرصة تانية لتزويد الدخل، وربما يكون عايش في فقر مادي ويحتاج أن يعينه الله على مسؤوليات وعلى متاعب الحياة. علشان كده يقول لك الكتاب المقدس: من يسد أذنيه عن صراخ المسكين يصرخ ولا يسمع له. فلما تشوف واحد مسكين وفقير ومحتاج، مد ايدك اليه بيد المعونة وبيد المساعدة. يبقى يا اخواتي الاحباء، في ناس كتير جدا فقراء وفي ناس كتير جدا مساكين، وربما محرومين من كثير من انواع الطعام ومن انواع الفاكهة ومن انواع احتياجات الحياة. ربما الفقير اللي ما عندوش اللي يكفيه، ربما الكبير يقدر يستحمل، لكن ماذا عن الأطفال الصغار اللي بيبقوا شايفين الطعام قدام عينيهم وشايفين الأنواع المختلفة من الفواكه قدام عينيهم ومش قادرين يحصلوا إليها؟ لما يبقى عندك حد أو تبقى في هذا الوضع، ارفع عينيك إلى ربنا وقول له: إليك يسلم المسكين أمره. في سفر الجامعة الإصحاح 9 الكتاب المقدس يقول لنا قصة صغيرة عن رجل مسكين حكيم. يقول لك إن في مدينة صغيرة وفيها عدد قليل من الناس، وجه حاصرها ملك عظيم وبنى عليها أبراج، ولكن كان في هذه المدينة إنسانا فقيرا بحكمته نجى المدينة، ولكن لم يذكره أحد بعد ذلك. فيقول لنا إن في مدينة صغيرة وفيها عدد قليل، وجه عليها ملك كبير حصرها وبنى عليها أبراج، بس في قلب المدينة الصغيرة دي كان يوجد إنسان فقير حكيم بحكمته نجى هذه المدينة. ربما يكون المسكين شخص عنده حكمة رغم بساطة تعليمه أو رغم بساطة وضعه أو رغم بساطة مكانته، لكنه يستطيع أن ينجي اللي حواليه بحكمته. وربما تكون هذه القصة
هي رمز لفداء المسيح له كل المجد. والمدينة الصغيرة واللي فيها عدد قليل هي البشرية الذي حاصرها الشيطان وبنى حولها أبراجا، وجاء المسيح بحكمته وبتواضعه ونجى هذه المدينة، لكن محدش بيذكره. ناس كتير جدا ناسيين اللي عمل المسيح من أجلهم. ربما يكون المسكين أيضا هو الشخص اللي متعب من أمراض الجسد، والشخص اللي بيعاني من متاعب جسدية في جسده مخلياه دايما في حالة تعب وفي حالة أنين وفي حالة مرض. كلكم فاكرين لعازر الإنسان المسكين الفقير اللي ما كانش قادر يعالج نفسه، وكانت الكلاب تأتي علشان تلحس قروحه. رغم احتماله لصليب المرض والتعب، بسببه استحق ان هو لما يموت تأتي الملائكة وتحمل هذا الإنسان إلى السماء. وربما يكون الإنسان المسكين هو الشخص الضعيف الذي لا يقدر عن الدفاع عن نفسه. وربما يكون الإنسان اللي حاسس ان هو قدام عدو أكبر منه وأكثر منه حكمة وأكثر منه قوة. أحيانا يبقى مواقف في حياتنا زي كده، حد يبقى مظلوم في الشغل ومش قادر يدافع عن نفسه ومش قادر ياخد حقه. وياما ناس في أشغال ظلموا وما حصلوش على الترقيات بتاعتهم أو على المكافآت بتاعتهم وخرجوا من الشغل وهم خسرانين كتير جدا من حقوقهم. أحيانا يبقى في ناس أقوى مننا في الحياة، وأحيانا يبقى في ناس عندها نفوذ وعندها قدرة وعندها حكمة أرضية أكثر مننا. ماذا يفعل هذا الإنسان اللي مش قادر يعمل أو مش قادر يدافع عن نفسه؟ يقف قدام ربنا ويقول له: إليك يا رب يسلم المسكين أمره. أنت يا رب الذي تستطيع أن تدير حياتي وتستطيع أن تأخذني إلى الطريق اللي أنت شايفه أفضل. إخواتي الأحباء، كلنا مساكين وكلنا في الحقيقة ضعفاء، كلنا في الحقيقة محتاجين لرحمة ربنا ولمعونة ربنا. ربنا يجعل من هذه الكلمات سبب بركة، ولإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد. آمين.